يكون الجو حر بقى عندك لازم تعملي التحلية دي لولادك. هترطب عليهم وكمان هتوفر معاكي فلوس كتير، خصوصا لو عندك بواقي من الفاكهة. يعني لو عندك واحدة خوخة على حبيتين من العنب، واحدة كنتالوب، هتعمليها بأسهل وأسرع طريقة ممكن تتخيليها. ومش كده وبس، كمان هتوفر معاكي كتير جدا. صلي على النبي. وشايفة الجمال بقى؟ بصي، هتعمليها لولادك هيتجننوا كده عليها من حلاوتها، تعمليها لهم كل يوم. صلي على النبي وسمي بالله، وما تنسيش الشير واللايك. ويلا على طول نخش نشوف طريقتنا. بس الاول كده بقى اوريها لكم لما اقطع لكم منها حته. طبعا احنا بعد ما بنعملها بنحطها في التلاجة علشان تتماسك مش اقل من ساعه. يعني الموضوع كله سهل وبسيط وحاجه كده تفتح النفس. ولو كمان عملتها لضيوفك بقى هيتجننوا عليها وهيسالوكي عاملاها ازاي. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى اوريكم بقى الطريقه بتاعتها. مفيش اسهل من كده. لو انتي ما بتعرفيش تعملي حاجة حلوة، اعرفي انك هتعرفي وفي منتهى السهولة. بصوا الجمال. انا ايه قصدي اوريكم كده كل حاجة واحدة واحدة، ومش هجري الفيديو، همشي بالراحة لان انتوا بتزعلوا مني لما بجري الفيديو. انا مش عارفة ليه. خلي بالكم انا بجريه عشان انتوا اللي بتبقوا طالبين. يعني معظم الناس تقولي انجزي في الوقت، انجز تقولولي احنا مش فاهمين حاجة. معلش بقى اعذروني، انا ما بقتش عارفة اعمل ايه. دي تاني واحدة كده معانا. وطبعا دي بقى الاكواب البلاستيك. في الاول كده هنجيب بقى بولة. انا كان عندي حباية من الموز كده ولا حبايتين، قطعتهم كده لمكعبات صغيرة، وبعد ما قطعتهم اديتهم عصرة ليمونة صغيرة علشان ما يغمقش مني. بعد كده بقى كان كمان عندي إيه بنزل بس بقيتي اللي في الطاجن معايا. كان عندي بقى وحديتين من الخوخ برضو قطعتهم. وخلي بالكم ان الخوخ لو قطعتوه بيغمق، فبرضو تدوله عصرة ليمونة خفيفة. وشوية بقى من العنب كده باقي الكيسة، رحت غسلتهم ورحت جبتهم. تقدري بقى كمان تعملي العنب ده انصص، يعني تقطعيه الانصف. تمام. كان عندي بقى حتة بطيخة، ابتديت ان انا شلت منها البذر وقطعتها لمكعبات كده صغيرة. عايزة اقولك اي فاكهة عندك، اي فاكهة عندك ومش كتير، يعني من كل حاجة حاجة، هتعملي كمية كبيرة جدا. ولو مش عايزة تعمليها في الاكواب اللي انا كنت عاملاها، تقدري تعمليها في بايركس، تقدري تعمليها في كاسات، في كوبايات، في اي حاجة عندك. هنقلب بقى الفاكهة بتاعتنا كده، وبعد كده نركنها على جنب. ونجيب معانا كيس من اي نوع جيلي انت عايزاه. هنا انا ده كان معايا بالمانجا، عايزه تجيبي بالخوخ، عايزه تجيبي بالفراوله، اللي انت تحبيه. حطيت بقى معلقه كبيره من الجيلاتين البودر علشان يمسكها معايا كده ويخليها متماسكه ما تسحش من الولاد. بعد كده هنزل عليها بباكت من الجيلي، وقلت لكم اي نوع انتوا عايزينه. كمان هسيب لك تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحت، حملي من عليه كل الوصفات اللي انا بقدمها لك دي بدون انترنت، اول مره بنت. وبعد كده بيبقى معاكي التطبيق من غير انترنت. تقدري بقى تجيبي من عليه اي وصفه في الوقت اللي انت عايزاه. اكتر من 400 وصفه، منهم اكلات وحلويات ومشروبات. تمام. هسيبهولك في التعليقات او في البايو. هنا بقى هنزل بكوبايه ونص من الميه، او كوبايتين عادي براحتك، لان احنا كده كده حاطين كمان معلقه من الجيلاتين. الكوبايه اللي معايا دي كبيره، بمعدل كوبايتين او كوبايه ونص. خليكي ماشيه معايا بالظبط. وقلبي كده الميه هنا دافيه مش سخنه، علشان لو حطيتي الميه سخنه قوي الجيلاتين هيكتل منك. تمام. هنقلب كده بقى لحد ما الجيلاتين معايا يدوب خالص، وكمان الجيلي يدوب معايا، ما يبقاش فيه اي حاجه زي ما انتي هتشوفي دلوقتي. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله وبسيطه، ولو ما بتعرفيش تعملي اي حاجه حلوه هتعمليها، وهتبقى بصي ادمان كده عندك من حلاوتها وسهولتها. دلوقتي بقى نجيب الكوبايات معانا. انا هنا استخدمت الاكواب البلاستيك دي علشان كل واحد ياخد كده كوبايه ويحس ان هم بره، يعني خارجين بره. هنبتدي نعبيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ما بتملهاش كلها، بتسيبي جزء منها فاضي علشان خاطر لما بنيجي نحط جيلي عليها ما تسحش وتبهدل الدنيا. قسميها بقى في اكواب، حطيها في بايركس زي ما قلتلك، حطيها في اطباق، اي حاجة انت عايزاها تعملي فيها على طول. يعني لو عايزة تقدمي في الكوبايات العادية براحتك برضو. هبقى اعملها لكم بطريقة تانية مختلفة وبانواع فاكهة تانية وباللبن، بس في قالب.
شايفين بالشكل ده هخلص كل الكمية. بعد كده بقى رحت فضيت الجيلي معايا في حاجة كده يكون ليها بوز علشان ما تغرقش الدنيا وانا بصبه، وابتدي املى الكوبايات كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى عندك حل من الاتنين، لو مستعجلة عليها هتدخليها الفريزر لمدة ربع ساعة، لو مش مستعجلة عليها هتسيبيها في التلاجة لتحت لمدة ساعة بس كده. هندخلها التلاجة بقى وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتعملي شير ليها، بجد الطريقة حلوة قوي قوي وكمان اقتصادية وموفرة. وعايزة اقول لكم كفاية ان هي فيها فاكهة كلها صحية هتفيد ولادكم، وممكن كمان تعملوا الجيلي غامق مش هيعرفوا هما بياكلوا الفاكهة ايه او نوعها ايه لو هما ما بيحبوش نوع معين. شفتوا بقى اتقلبت معايا بكل سهولة ازاي. انا هنا دخلتها الفريزر لاني كنت مستعجلة عليها، فهتلاقوها متلجة شوية كده من تحت، لكن انتي لو حطيتيها في التلاجة من تحت وسبتيها ساعة ساعة ونص مش هتبقى متلجة كده، هتبقى احلى كمان من كده. هتبتدي بقى ايه تقطعيها بقى تقدميها زي ما انتي عايزة. بصوا حاجة كده سهلة قوي، وزي ما قلت لكم كمان انواع الفاكهة اللي انتوا تحبوها مش شرط اللي انا حطاه، ممكن تحطي كيوي، ممكن تحطي فراولة لو موجودة عندك فراولة، ممكن تحطي مانجا براحتك، ممكن كانتالوب، اللي موجود استخدميه، ما توقفيش نفسك على حاجة. شايفين كده؟ خلاص بكده ابقى انا خلصت طبعا الوصفة بتاعتي. لو شايفين ان هي فادتكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، وكمان تصلوا على النبي، وكمان هسيب لكم التطبيق في الكومنتات تحت، هيعجبكم جدا لانه من غير نت، بتحمليه بنت اول مرة وبعد كده بيبقى موجود معاكي من غير نت. هسيبه لكم في الكومنتات او في البايو حسب المكان اللي انتوا بتشوفوني فيه. وبكده يبقى خلاص خلصنا، ودمتم بخير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم.